بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا وسهلا بكم في تغطية جديدة من الصناعية. معكم محمد ناقد من قلب مدينة الإسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط، وتغطيتنا الخاصة لندوة التأمينات العامة لشركة مصر للتأمين لعملائها وشركاء النجاح. ابقوا معنا بعد الفاصل، تغطية خاصة للندوة الخاصة بالتأمينات العامة التي تنظمها شركة مصر للتأمين. ما أجمل وأسعد اللحظات في حياة أي محاور أو مقدم برامج عندما يحقق سبق وانفراد بمعنى الكلمة. ضيف النهاردة انفراد طال انتظاره لرغبته الملحة بعدم الإدلاء بأي أحاديث تلفزيونية أو صحفية إلا بعد تحقيق نتائج على الأرض. يسعدني ويشرفني بإقناعنا لضيفي الأستاذ محمد مهران، شيخ من شيوخ صناعة التأمين في مصر والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين. سعداء جدا جدا بتشرفنا بهذا السبب. ربنا يخليك أستاذ محمد وربنا يوفقك. برنامج ممتاز، وانا كمان اتشرف بان انا اكون موجود عند حضرتك واكون اظهر معاك. محمد بيخليني اول سؤال بديهي، النهارده خلاص احنا مقبلين على الاحتفال ب 92 عام على انشاء شركة مصر للتأمين. ماذا يمثل هذا الرقم في حياة محمد مهران؟ انا بالنسبه لي بصراحه وبمنتهى الامانه بيمثل مسؤوليه كبيره. انا النهارده موجود على راس شركه قعدت 92 سنه، استمرت في 92 سنه، والانجازات بتاعتها مستمره وما توقفتش. مسؤوليه كبيره ان احنا انا والجيل معايا وكل زمايلي الموجودين في الشركه نوصل الشركه لان هي تستعد ان هي تحتفل بعيد ميلادها اللي هو مش المئوي، لا ال150 وال200 بنفس القوه اللي هي عليها. مسؤوليه كبيره، ربنا يقدرنا ان شاء الله ونكون اهل للمسؤوليه. استاذ محمد مهران، خليني ارجع تاني لكلمه حضرتك على الستيج في الكلمه الافتتاحيه. اشرتم الى ان نجاح الشركه في الفتره الاخيره في التحول الرقمي والتكنولوجي. الى اي مدى حققتم هذا النجاح بعد مرور 91 عام؟ والحقيقه وشيء طبيعي ان التكنولوجيا دي فيها تطورات موجوده بشكل كبير، وبنفخر ان احنا نقول ان مصر للتأمين ليها الرياده مش ان هي بقى لها سنين كتير، لان في حاجات بتقعد سنين كبير لكن التأثير بتاعها ما بيبقاش موجود على الارض. احنا بنستثمر في التكنولوجيا بشكل كبير، ونتيجه ان التكنولوجيا بيحصل فيها تطورات كبير وقفزات لازم احنا كمان نكون بنبقى موجودين مواكبين ومواكبين لنفس التطورات اللي هي الموجوده. في الحقيقه ان انا ما ادعيش الفضل ده لوحدي، انا لسه جاي في الشركه، لكن ده كانت سياسه الشركه اتبعتها من 20 سنه، ان هي دايما تستثمر في التكنولوجيا وتستثمر في تطوير الافراد، لان الرياده ليها ثمن، والثمن بتاعها انك انت تستمر في الاستثمار علشان تفضل موجود على القمه. وده اللي خلى حضرتك تتطرق بكل فخر واعتزاز ان شركة مصر للتأمين تعد من كبرى الشركات في المنطقة العربية في الاستثمار في التكنولوجيا. ماذا يمثل سيادتكم ذلك؟ بيمثل مسؤولية كبيرة. احنا الاستثمار في التكنولوجيا زي ما هو شيء مهم وجاد جدا، زي ما هو ليه محاذيره، لان التكنولوجيا اول شيء بتكون الاستثمار فيها مكلف، ولازم لما احنا نحط الاستثمار نكون واثقين ان احنا هناخد المردود بتاعه. هو ده كان سؤال الجاي. مش لينا احنا كشركه قد ما هو كمان يكون يساعدنا في خدمه العميل، يقربنا اكتر من العميل، يطمن العميل ويديله الثقه ان هو بيتعامل مع مؤسسه عظيمه موجوده في مصر، وان شاء الله كل الخير. هل تعد الاستثمار في التكنولوجيا من الاستثمارات كبيره المخاطر ولكنها مخاطر مدروسه، يعني عوائدها مضمونه؟ لا،
انا ما اقدرش اقول ان هي كبيره المخاطر. احنا شغل شركه التامين هو دايما في المخاطر. احنا بالنسبه لنا احنا في قدامنا حاجتين زي ما حضرتك سمعت في الكلمه النهارده الصبح. في عندنا حاجتين بنستثمر فيهم، مش بس التكنولوجيا والافراد. احنا بنستثمر في العنصر البشري اللي احنا عندنا قناعه كامله بان هو المؤثر وهو اللي هيساعد الشركه، ومش الشركه بس، الحقيقه السوق كله، ان احنا ننهض ونكون في مكانه. احنا يمكن شويه حابين ان احنا نزود المكانه بتاعتنا اكتر، مش بس موجودين في مصر، كمان في المحيط بتاعنا ان شاء الله. ماذا يعد الاستاذ محمد مهران عملاء شركه مصر للتامين والعاملين فيه في اول لقاء تلفزيوني ليه؟ في اول لقاء اللي انا بقوله ان احنا بنحرص ان احنا زي ما بيقولوا ووك ذا توك، او ان احنا ما يبقاش الحكايه مجرد كلام وشعارات، ولكن مصر للتامين طول عمرها حصن امان للمصريين اللي هم اصحاب الشركه، واحنا ان شاء الله هنستمر ونكون عند حسن ظنهم بيها، والثقه اللي هم اولوها لينا ان شاء الله نكون عند حسن ظنهم. شكرا استاذ. وزي ما قلت لكم دي سمات الانسان الناجح اللي دايما وابدا اعماله بتسبق كلامه وافعاله. ده كان لقائنا السريع جدا وانفرادنا بالحديث مع الاستاذ محمد مهران الرئيس التنفيذي لشركه مصر للتامين، على وعد ان شاء الله خلاص رجله جت في الصناعيه بامر الله، ضيف عزيز غالي مع اقتراب الاحتفال بعام 92 من تاريخ شركه مصر للتامين يكون معانا لقاء مطول بقى ونستعرض فيها خطه ورؤى الشركه في 2026. سعدنا بوجودك معانا يا فندم. ربنا يخليك، الف شكر يا استاذ. ابقوا معانا لسه مكملين تغطيتنا الخاصه لندوه مصر للتامين بالاسكندريه. اهلا وسهلا بكم ولسه مكملين في تغطيتنا الخاصه لندوه التامينات العامه بمدينه الاسكندريه، والتي تنظمها شركه مصر للتامين قلعه التامين المصريه. لو تحدثنا عن قطاع المبيعات في اي شركه واي كيان زي ما نقول حاجه او حماده، ولما اجي اتكلم على قطاع المبيعات في شركه مصر للتامين لا كلنا نقف صرح، أو نقول هي كلية بتخرج منها مئات الملايين من مبيعات كل شركات التأمين. النهاردة ولأول مرة يسعدني ويشرفني في الصناعية المهندس نبيل سرحان مساعد الرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين المبيعات. أنا مشفق عليك. أهلا بيك يا فندم. ده منصب صعب جدا، وقطاع لمصر للتأمين مقبلين على 92 سنة، تاريخ كبير. قول لي النهاردة لأول مرة حضرتك تشرفني في الصناعية، احساسك وانت تتولى هذا القطاع. الله يخليك، شرف لينا يا استاذ محمد اللي حضرتك تكون معانا وبرنامجك الناجح. طبعا احنا مصر للتامين احنا كنا عملنا احتفاليه للعملاء في منطقه القاهره يعني من عده شهور، والنهارده الحمد لله بنعمل احتفاليه بتاعه التامينات العامه لعملاء منطقه اسكندريه. هل دي عاده عند الشركه التجول في محافظات مصر والالتقاء بعملائها؟ دي حقيقه اللي احنا بنبتدي مع كل محافظه ومع كل منطقه. انت عارف حضرتك اللي احنا 7 مناطق منتشره على مستوى الجمهوريه، فعلى اساس يكون في تقارب مع العملاء، فمع كل منطقه من المناطق بنعمل لقاءات مستمره مع العملاء، وبيكون يوم مفتوح بنقابل فيه العملاء وبنتناقش معاهم، بنجيب خبراء بيدوا عباره عن محاضرات في التامين وفي اقسام السفن وفي التامينات العامه، وبالتالي بتكون يوم مفتوح بيستفيد به العملاء ووسيله للتقارب مع العملاء بشكل دائم. انت عارف مصر للتامين من مميزاتها انها بتكون قريبه من العميل، وبتكون العلاقه جيده والعلاقه ممتده طول العام مع العميل. ما ينفعش يكون معايا اكبر راس في قطاع المبيعات في شركه مصر للتامين مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع المبيعات وما اسالوش عن الخطط والرؤى والاستراتيجيه اللي حضرتك بتحطها في هذا القطاع الحيوي على مدار، احنا داخلين خلاص احنا في نهايه 2025 على 2026. لا، واحنا دايما في مصر للتامين بنبص لقدام. يمكن احنا عمرنا وصل 72 سنه، لكن زي ما قلنا كده للعملاء احنا بنتمتع ده عمر الشباب. ايوه مش عمر دايما الشباب بيكون طموح والرؤيه بتاعته بتكون بعيده، فاحنا في اطارنا اللي احنا النمو باستمرار. يعني السنه اللي فاتت الحمد لله حققنا معدل النمو، وصلنا
من السوق، وبنصبه اللي احنا ناخد نسب اعلى ويكون معدل النمو اعلى من كده بكتير، في اطار من عباره عن زياده العمل مع خدمه جيده للعملاء. ماذا عن خطط التدريب والتأهيل في إطار أو في ضوء التطور التكنولوجي الرهيب اللي بيشهده قطاع التأمين؟ احنا يعتبر طول السنة في خطط تدريبية، سواء بالنسبة للعاملين على كافة المستويات، سواء الفنيين سواء الإداريين سواء المتعلقين بالزملاء في الجهاز التسويقي، وبجانب كده بنعمل دورات تدريبية للعملاء عشان يبقى المعلومات التأمينية بتاعتهم في تزايد مستمر. يعني ماشيين في الاتجاه ده بشكل مكثف. ما هي المنتجات الأكثر شيوعاً في السوق المصري؟ المنتجات التأمينية طبعاً والخاصة بشركة مصر التأمين. هي بجانب المنتجات التقليدية اللي زي ما حضرتك عارف بتظهر منتجات جديدة زي السايبر وزي الدي اند او، ودي عبارة عن ليها سوق كبير في خلال الفترة الحالية. كيف استفدتم من إصدار الوثائق التأمينية عبر الأونلاين؟ احنا فتحنا في المجال ده وكنا السباقين، وحاليا بتصدر وثائق السيارات اونلاين، وبنحاول ان احنا نستكمل لبقيه المنتجات عشان يكون في سهوله في تقديم الخدمه للعملاء وسهوله في السداد، وعدم الوقت اللي موجود يكون سهل جدا ان هو يطلب الخدمه ويجدها ويسددها في وقت واحد. باشمهندس سمير، كان ليك وقفه مهمه جدا خلال كلمه حضرتك الافتتاحيه في صباح اليوم، وتطرقت ان هناك حالات خاصه بيتم استثنائها من الغطاء التاميني. فما هي هذه الحالات وما هي شروط الاستثناء؟ دي حقيقه ان مصر التامين سباقه في الجزئيه دي، انها بتدي للعميل اهميه كبيره جدا. يعني في بعض الأحيان ما بتكونش الحادث واقع ضمن التغطية التأمينية، فبتلجأ بتشوف إحصائية العميل وبتشوف الرسوم المسددة، وفي ضوءها بتبتدي تبص للعميل بشكل استثنائي. يعني ما بتاخدش قرار الرفض بشكل قاطع، بتعمل حساب العلاقة الطويلة وبيتم دراسة كل حالة على حدة. بالظبط كده حضرتك. الباشمهندس نبيل سرحان، سعدنا جدا جدا بوجودك معانا، ودايما وابدا كلمتنا المشهوره اللي رجله بتيجي في الصناعيه ما بتتقطعش ابدا، ومنتظرين حضرتك تشرفنا في الاستوديو ان شاء الله. ده كان لقائنا السريع جدا مع المهندس نبيل سرحان، مساعد الرئيس التنفيذي لشركه مصر لتامين المبيعات. ابقوا معنا في تغطيتنا الخاصه لملتقى او ندوه مصر للتامينات العامه بمدينه الاسكندريه. اهلا وسهلا بكم من جديد، ولسه في مدينه الاسكندريه عروس البحر الابيض المتوسط، وتغطيتنا الخاصه للصنايعيه من ندوه مصر للتامين العامه لعملائها ولشركاء نجاحها. خليني لا صوت يعلو فوق صوت اعاده التامين. ليه بقول الكلام ده؟ اكيد كلنا متابعين الاليات والمعايير الجديده اللي اصدرتها الهيئه العامه للرقابه الماليه لتنظيم شركات اعاده التامين، فما كانش ينفع نكون هنا وما نزنقش الاستاذ نظمي حسين، ضيف عزيز غالي وعلى الصناعيه، ويعتبر اول مره يشرفنا وسعداء بوجوده معانا، مساعد الرئيس التنفيذي لشركه مصر للتامين لاعاده التامين والاخطار الخاصه. سعداء جدا بوجودك معانا. اهلا بيك يا فندم. استاذ نظمي، اكيد طبعا الحديث دلوقتي قبل ما نتكلم في محاور مؤتمر معايير واليات تنظيم عمل شركات اعاده التامين الصادره مؤخرا من الهيئه العامه للرقابه الماليه. زي ما حضرتك تفضلت كده ان الهيئه اصدرت فعلا لسه بمواعيد التامين اللي هي تتوافق مع الشروط الاشتراطات اللي وضعتها الهيئه، بل امتد الموضوع كمان لسماسرة إعادة التأمين. الشركة حطت اشتراطات معينة لازم جميع معيد التأمين وسماسرة إعادة التأمين ان هم يتوافقوا بوقت محدد خلال 6 شهور من تاريخ صدور هذه القرار، ان هم يوفقوا اعضائهم مع القرارات الجديده. هناك من يرى ان هذه المعايير جاءت في الوقت المناسب لوضع شركات اعاده التامين بما يليق بتاريخ وصناعه التامين في مصر. دي حقيقه زي ما الدكتور فريد اتكلم في مؤتمر شرم الشيخ، احنا بنتكلم على 82 مليار جنيه مصري حجم السوق المصري، ان شاء الله بصدد ان هي تزيد هذه الارقام كل سنه في وتيره متسارعه نتيجه استقرار الاوضاع الاقتصاديه، استقرار الاوضاع في غزه، استقرار الاوضاع في البحر الاحمر، فبقى هناك يعني في كثافه كبيره جدا في الاستثمارات الخارجيه لمصر. ان شاء الله انا متوقع الرقم ده
يمكن يزيد الى نسبه اكثر من 50% العام القادم ان شاء الله. الى اي مدى تاثرتم بالوضع الاقتصادي العالمي على التسعير واسعار وشروط اعاده التامين؟ يمكن كانت فيرع متاثره جدا جدا نتيجه الظروف الاقتصاديه اللي كانت سايده العالم، فيما يتعلق بالخلاف بين اوكرانيا وروسيا، فيما يتعلق بالوضع في غزه، فيما يتعلق بجنوب البحر الاحمر. ولكن مع الاستقرار اللي حصل ده ان شاء الله بنتوقع في خطوط او في فروع معينه كانت متاثره بتاثير كبير جدا يا محمد بيه، زي الطيران، زي البحري، زي البترول، نتيجه ان دي صناعه محتاج فيها حجم كبير جدا جدا من اعاده التامين، وكانت بتتاثر سلبا بحجم الفاتوره والاسعار المتعاليه جدا. فان شاء الله بتوقع مع استقرار هذه الاوضاع واستقرار الظروف داخل المنطقه اللي احنا عايشين فيها ان الاسعار تعود ثاني مره اخرى الى الاستقرار ويتاثر ايجابا على سواء شركات التامين او سواء على العملاء الموجودين داخل البلد. ما ينفعش يكون معايا صنايعي من اهم صناعيه اعاده التامين والاخطار الخاصه في شركه مصر للتامين وما اسالش حضرتك عن توقعاتك في ضوء المعايير والاليات المنظمه لشركات اعاده التامين وسمسره اعاده التامين عن حجم الطلب المتوقع على هذا السوق خلال الفتره المقبله. يعني انا بقول لحضرتك ان مصر التامين بنقول ان هي بتمثل 45% من محفظه السوق. كل سنه الحمد لله سواء اتفاقيات اعاده التامين اللي احنا بنعملها على مستوى العالم كله، سواء الاسواق الخليجيه او الاسواق الاوروبيه او الاسواق حتى الاسيويه، في عندنا طلب كبير جدا جدا بيصل الى اكثر من حوالي 200% من تغطيه هذه الاتفاقيات. انا متوقع ان شاء الله مع الظروف اللي انا شرحتها لحضرتك فيما يتعلق باستقرار الجنيه المصري، استقرار الاوضاع في جنوب البحر الاحمر، ان هنلاقي طلب كثيف من معيد التامين بمختلف توجهاته على اتفاقيات السوق المصري ان شاء الله. اكيد النهارده كان التركيز في الندوه العامه لمصر التامين على المشروعات الهندسيه الكبرى. طبعا. كيف ترى ابرز مخاطر تلك المشاريع؟ المشاريع الهندسيه الكبرى اهم حاجه ان انت تنتقي معيد التامين اللي هو هيشتغل معاك بطريقه كويسه جدا، على اساس لما يحصل عندك كارثه كبيره او تعويض كبير ان شاء الله تلاقيه موجود جنبك. المشروعات الهندسيه عندنا مشروعات في مختلف المناحي الاقتصاديه، في مجال البترول، في مجال الانشاءات، في مجال البنيه التحتيه، الطرق، الكباري، الانفاق، المواصلات. كل دي مشاريع بتتسم انها مبالغ تامين ضخمه جدا جدا. فلازم يكون عندك معيد التامين اللي هيشارك معاك واللي يقدر ان هو يدخل معاك في تغطيات، لازم يكون عنده القدره الماليه على اساس لو حصل اي حادثه او اي حاجه كارثيه ان تلاقي فيه واقف جنب العميل. لان الهدف الاساسي من التامين او اعاده التامين ان انا اعيد دوره النشاط الى سيرتها الاولى بسرعه جدا. دايما وابدا التامين مرتبط بالمخاطر. تمام. كيف يتم تقييم مخاطر الانشاءات قبل اصدار وثائق التامين؟ احنا عندنا طبعا مكاتب خبره كبيره جدا جدا موجوده على مستوى العالم. معانا معيد التامين من ضمن الادوار اللي بيقدر ان هو يقدمها لنا ان بيعين لنا خبره ويبقوا مشاركه معانا ان هو يدينا حد عنده النو هاو يشتغل معانا ويحدد حجم الاخطار اللي بيتعرض لها كل مشروع من الاخر. فدي من ضمن السيرفيس اللي احنا بنقدمها واللي احنا حريصين كشركات تامين او شركات اعاده تامين نقدمها للعملاء بتوعنا. اخيرا، اهم الدروس المستفاده من الحوادث الهندسيه التي حصلت في السنوات الاخيره. اهم الدروس يعني اللي انا بركز عليها ان خير من استاجرت القوي الامين. لازم تدور على حد عنده القدره الماليه وعنده الفاينانشال كاباسيتي بتاعته ان هو يقدر لما يحصل لك اي تعويض او حتى ايفن عنده مشكله مع اعاده التامين تجد ان هو يقدر يعوض لك هذا الموضوع. ده مهم جدا جدا. القوي الامين يبقى مصر للتامين. ربنا يخليك. وانا يعني اسمح لي انتهز هذه الفرصه اشكر حضرتك على دأبك وعلى مثابرتك ان انت تكون موجود في معظم الاحداث اللي موجوده على مستوى شركات التامين او قطاع التامين حتى او حتى قطاع الغير مصرفي، ان تكون موجود معاه عشان تنقل صوره من اللي بيحصل على مستوى العالم. وده انا بحيي وبشد على ايدك ان انت لك دور كبير جدا في هذا الموضوع. اشكرك. بشرف لينا اجراء هذا الحوار. خليني اشكر الاستاذ نظمي حسين مساعد الرئيس التنفيذي لشركه مصر للتامين لاعاده التامين والاخطار الخاصه، ان شاء الله على وعد بتشريفه لينا في الاستوديو قريبا في الصناعيه. وبكده وصلنا
ختام تقريرنا النهارده من مدينه الاسكندريه عروس البحر الابيض المتوسط، وتغطيتنا الخاصه جدا لندوه التامينات العامه التي تنظمها شركه مصر للتامين، ومن امام لوحه ابدعها وصممها شباب مصر للتامين. فعلى اليسار مصر للتأمين باللغة الهيروغليفية، وعلى اليمين حصن أمان للملايين. مفيش أحسن من كده ختام مع أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بمرور 92 عام على إنشاء شركة مصر للتأمين. كل عام وكل العاملين بشركة مصر للتأمين بخير وعقبال مليون سنة، وكل عام وكل متعاملي وعملاء مصر للتأمين بخير. سعدت بوجودي معاكم، على أمل أن ألقاكم في تغطيتنا الخاصة وتغطية جديدة من تغطيات الصنايعية.